في حاجة بتحصل جواك، بتصحى من النوم وأول إحساس عندك توتر، ودماغك مش راضية تسكت، بتفكر في كل حاجة: المستقبل، الفواتير، الشغل، العلاقات. وكل ما تحاول تهدى تلاقي عقلك بيشدك ناحية أسوأ سيناريو. حاسس إنك بتغرق؟ أهلا بيك، أنت مش لوحدك. أنا أحمد، ودي صفحة جديدة من قناة صفحات. ركز معايا لأن الرحلة دي محتاجة قلبك وعقلك سوا. تعريف المشكلة بعمق نفسي. القلق مش مجرد شعور، القلق قاتل ببطء. كارنيجي بيقولك القلق سرق عمر ناس كتير من غير ما يحسوا. أعراضه: صداع من غير سبب، أرق، وجع في المعدة، عصبية على أقل حاجة، وإحساس دايم إن في حاجة وحشة هتحصل. لكن الغريب 90% من اللي بنقلق منه عمره ما بيحصل. إحنا حرفياً بنعاقب نفسنا على حاجة مش موجودة. أول لمحة أمل، نظرية اليوم فقط. أول فكرة ثورية في الكتاب: عيش يومك بيومه. متفكرش في اللي فات ولا تعيش في الخوف من اللي جاية. عيش في غرفة اليوم. النهاردة هو كل اللي تملكه. كارنيجي بيقول لما عقلك يدخل في الماضي أو المستقبل بيهرب من اللحظة، ودي أكبر سرقة لطعم الحياة. أداة المواجهة: قاعدة الثلاث خطوات. بعد ما تسيطر على الزمن، تعال نواجه الخوف. اسأل نفسك: الأولى، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ الثانية، هل أقدر أتقبلها لو حصلت؟ الثالثة، طب إيه اللي ممكن أعمله عشان أخلي الوضع أحسن؟ الترتيب ده بيعمل حاجة غريبة، بيسحب منك الرعب ويزرع مكانه عقلانية وهدوء. العدو الخفي: التفكير المسموم. كارنيجي اكتشف إن القلق ساعات مش بيجي من الظروف، لكن من الطريقة اللي بنتكلم بيها مع نفسنا. لو دماغك طول الوقت بتجلدك وبتفتش في عيوبك وبتلومك على كل تفصيلة، طبيعي تحس بالانهيار. سامح نفسك وافتكر: كل الناس بتغلط، بس مش كل الناس بتكمل. العلاج العملي: اشغل وقتك وارتاح. لو عقلك فاضي هيشغلك بالقلق. احجز وقتك لحاجة مفيدة: رياضة، كتابة، تعلم. ابعد عن السوشيال ميديا اللي بتغذي القلق بالمقارنة والضغط. وكمان استرح قبل ما تتعب. مش لازم توصل لنقطة الانهيار عشان تدي نفسك هدنة. نم كويس، كل كويس، واحترم جسمك وعقلك. التحول: إعادة النظر في الحياة. القلق مش بيخلص المشاكل، ده بيخلص عليك انت. لما تبدأ تطبق أفكار الكتاب هتحس بتحول حقيقي. نومك بقى أهدى، كلامك بقى أروق، رد فعلك مش متسرع، وحتى جسمك بدأ يرتاح، لأنك أخيراً بدأت تعيش مش تتهرب. عايزك تسأل نفسك سؤال واحد: هو اللي مخليني قلقان يستحق فعلاً ياخد من عمري كل ده؟ لو لأ، يبقى خد القرار النهاردة. سيب القلق وابدأ الحياة. ودي كانت صفحة جديدة من قناة صفحات. لو حسيت إن الفيديو فادك ابعته لحد بتحبه واشترك معانا، علشان كل كتاب هنا هو صفحة جديدة في حياتك. وسيب لنا رأيك في التعليقات. سلام.